السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد لصنع البروتين في المنزل. صنع البروتين في المنزل يتم عبر الخطوة الأولى هي وضع الحليب على درجة حرارة 60 مئوية، ثم نضيف نترك الحليب يغلي ونضيف إليه الخل. الخل الطبيعي كما تعرفون، يفضل الخل الأبيض كما في الصور، الخل الأبيض. بعد الخل يتم فصل الحليب إلى قطع والباقي السائلة، وهذا هو السائل الذي يهمنا في الأمر. نحضر إناء آخر وعليه مصفاة وفوقها قماش التصفية، ثم نبدأ بصب المزيج ونصفي، مع العلم أن السائل هو الذي نحتاجه وليس الرغوة. نصفي جيدا لأن السائل هو البروتين وهو المغذاء. وهذه هي صور لعملية التصفية. كما تلاحظون هنا تصفية أصفر، هذا حليب جيد. وبعدها تتم مرحلة التجميد في الثلاجة. السائل المصفى في القاع قم برفعه في الثلاجة من 5 إلى 6 ساعات. مبروك، وهذا هو الواي بروتين. كما أنت عندك مجمد السائل المصفى في القاع، لازم تضعه في الثلاجة، وهذا هو الواي بروتين. يمكن عدة نكهات كتضيف زيت قطعة موز، والاستخدام كثيرة كما تلاحظون في الشاشة. نرجو أن استفدتم من هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.